السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي طبخ وراندا. اليوم غنصايب معكم الزميطه بلديه، كتجي زوينه بزاف وصحيه، وتابعوني حتى لاخر الفيديو. عندي 3 كيلو ديال القمح، غسلته ونشفته وكنحمرو في الكوكوط بهذه الطريقه. درت رابعه ديال الشعير، حمرته بحال القمح حيت الفيديو ديال الشعير ما بينتوش حيت الفيديو مشى ليا. الشعير كيبقى اختيار، يمكن لكم ديروا حتى كيلو. ها القمح كيفاش كيجي محمر. عندي هنا نص كيلو ديال الإلان، نقيته مزيان وحمرته. عندي هنا نص كيلو ديال اللوز، حمرته. عندي هنا 2 كيسان ديال القزبر بقياس كاس العنبه، نقيتهم مزيان وحمرته. عندي نص كيلو ديال الجنجلان، غسلته وخليته حتى نشف وعاد دخلته الفران باش يتحمر. عندي نص كيلو ديال الصوجه، نقيتها وعاد حمرتها. عندي نص كيلو ديال زريعه الكتان، نقيتها وحمرتها. عندي نص كيلو ديال الحمص، انا خديته مقلي. عندي معلقه كبيره ديال الحب رشاد، حيت ما نكثرش منه حيت كيجي مار. عندي 3 المعالق ديال السانوج. درت كاس ديال الزعتر، قد ما كثرتو الزعتر كيجي زوين. درت هنايا كاس ديال التيميجه. عندي هنا كاس ديال الفليو، وقد ما كثرتو منه كيجي زوين. عندي نص كاس ديال النافع ونص كاس ديال حبه حلاوه. درت رابعه ديال الخروب ورابعه ديال النبق ومعلقه كبيره ديال الملح كاس ديال السنيده وكاس ديال اللويزه، حيت هاد الفيديو ما بينتوش لكم حيت الفيديو مشى ليا. خلطت كلشي وديتهم عند العطار طحنهم ليا، وبغي جبتهم غربلتهم. كنحتاج الماء طايب وكنخوي في الطبسيل. درت 3 المعالق ديال السنيده، والحلاوه كتبقى اختيار. كندير 3 المعالق ديال زيت الزيتون. كنحرك السنيده بالمعلقه باش تذوب، وإلا بغيتو ديروا العسل بلاصه السنيده كيبقى اختيار. كنضيف الزميته على الماء وكنبقى نخلط. كنبقى نخلط حتى كتولي بهذا الشكل، كتجي بحال هكدايا وكتجي بنينه وكتجي زوينه بزاف بزاف. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللي لايك